في اللغة العربية الأسماء. إذا تنقسم الأسماء أولا إلى مذكر، أسماء مذكرة وأسماء مؤنثة، دي نون ماسكولين et دي نون féminins. خصنا نعرفوا بأن كاين لو ماسكولين كاين لو féminin، أن كاين كل اسم فيه مذكر وفيه المؤنث. إذا بالنسبة للأسماء يقدر يكونوا دي بيرسون هيومان، يعني ناس، أو أنيمال ولا حيوانات. إذا هذه هي الأسماء. يقدر يكون أيضا أسماء دي مويان دو ترونسبور، إذا فواكه، خضر. إذا هناك مجموعة من أنواع الأسماء أو التي نطلق عليها أسماء. إذا القاعدة العامة أو بيان لو كا جينيرال شنو كيقول لنا؟ هو أن إلا خدينا اسم مذكر وزدنا عليه كيولي لنا ان نون فيمينا، كيولي لنا اسم مؤنث. اذا نشدوا الاسم المذكر نضيفوا ليه يعطينا اسم مؤنث. اتيتر ديكزامبل، مثال، ان فوازان، جار، اون فوازين هي جاره. دائما ان لو فيمينين ديالو سي اون. هذا سي ان ارتيكل انديفيني، ان ارتيكل انديفيني، لو ماسكولين لو فيمينين. فوازان، فوازين، زدنا ناخذ مثال اخر، ان امي صديق، اون امي صديقه. اذا اون امي وضفنا لها لنرى امثله اخرى. المثال التالي هما الكلمات اللي كتنتهي ب ار، مثلا ان بيرجي. اذا الفيمينا ديالها هو اون بيرجير. اذا كنضيفوا لاحظوا ان كانت عندنا اكسون في هنا عندنا ان اكسون غراف. مثلا un autre exemple، مثال آخر، un infirmier، une infirmière. هنا سينا واحد l'accent grave. ناخذ مثال آخر، هما الكلمات اللي كتسالي اون كونسون، مثلا un chat، une chatte، un chat، une chatte. إذا ماذا نفعل؟ on double la consonne، un âne، une ânesse. دائما ماذا نضيف اس، وسأترك لكم في صندوق الوصف فيديو يشرح لنا كيف نضع مؤنث الكلمات لبعض الكلمات أو بعض الاستثناءات. إذا لنمر إلى مثال آخر. إذا وهناك أيضا الكلمات التي تنتهي ب اور، مثلا un chanteur، une chanteuse، un acteur، une actrice. إذا سوف أترك كما قلت لكم فيديو يشرح لنا لو فيمينا دي نون كي سو تيرمين باغ هو الكلمات التي تنتهي ب كيف نحصل على مؤنثها. إذا وهناك أيضا كلمات تتغير كليا، مثلا un frère، une sœur. إذا يتغير كليا un roi، une reine. إذا سوف نمر إلى تمرين تطبيقي بسيط. إذا حاولوا الإجابة عن لو فيمينا أو مؤنث هذه الكلمات. فقط أوقفوا الفيديو، سوف أصحح الآن. إذا بالنسبة لمؤنث un client، une cliente نضيف un plongeur، غواص، une plongeuse نضيف euse. l'oncle، une tante ou bien l'oncle، la tante هنا. إذا madame لدينا un article défini، il faut faire ou il faut mettre un article défini. l'attente، un conducteur، une conductrice. إذا إلى هنا أصدقائي نكون قد أتينا إلى نهاية الفيديو. فيديو اليوم هو الأسماء. تعرفنا على كيف نحول من اسم المذكر إلى الاسم المؤنث، ما هي الحالة العامة، ما هي الحالات الاستثنائية. إذا لا تنسوا دائما الاشتراك في قناتنا، ولا تنسوا أن تطلعوا على الفيديو أسفل في صندوق الوصف كي تتمكنوا من تحديد أسماء المؤنثة بالنسبة للأسماء التي تنتهي ب إلى اللقاء في فيديو آخر إن شاء الله.